السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واطعم رز معمر حلو. هنعمله بالزبدة الفلاحي بخير وريحة زمان. طريقته سهلة جدا وبسيطة ومش هياخد معاك وقت خالص. في التحضير بصراحة في منتهى الجمال. معانا الرز مفلفل ومش معجن بالشكل ده، تحفة. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الرز القمر بتاعنا ده ازاي. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله وعلى بركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا معايا 1.5 كيلو من لبن الحليب. حطيت كوباية من السكر. طبعا السكر حسب الرغبة، حبيتي تقللي السكر أو تزوديه فطبعا دي حسب رغبتك. ومعايا صينية. أنا حطيت فيها 3 كوبايات من الرز البلدي، طبعا أنا غسلاهم. ومعايا 5 معالق كبار من الزبدة الفلاحي. ودعكت الأول الرز ب نص كمية الزبدة. لازم نغلف الرز بالزبدة عشان ايه يدينا طعم حلو، وفي نفس الوقت يبقى معانا رز مفلفل مش معجن. هجيب بقى ايه الكيلو ونص من اللبن الحليب، طبعا انا غليته. وكوباية مية مغلية برضو دي عشان ايه تخلي الرز معانا يستوي. ربع معلقة من الملح. وعلبة قشطة، طبعا دي اختياري، لو مش حابة تضيفيها مفيش اي مشكلة، بس بصراحة بتدي للرز بتاعنا طعمه في منتهى الجمال. ومعايا كيسين من الفانيليا. طبعا اللبن اللي احنا هنستخدمه لازم يكون لبن بلدي كامل الدسم، ما ينفعش لبن معلب، مش هيديك نتيجه كويسه قوي للرز بتاعك. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض. وهضيف باقي الزبده على الوش بالشكل ده. وبعد كده ايه هدخله الاول ياخد صدمه تحت الشوايه لحد ما يلون معانا. طبعا اهم حاجه لازم تقفي جنبه عشان ما بياخدش وقت خالص، عشان ما يتحرقش منك. ادى لون اهو تحت الشوايه. وبعد كده هنزل تحت على الصاجه بتاعه الفرن، يكون مشغله الفرن على درجه حراره اعلى درجه في الفرن. ولحد ايه ما يستوي، هيقعد ما بين ساعه الا ربع ساعه. وكده طلع معانا، وده شكله تحفه في منتهى الجمال، روعه. في منتهى الجمال معانا الرز مفلفل مش معجن، بصراحة في منتهى الجمال. احلى رز معمر حلو عملناه مع بعض. جربوه على طريقتي ان شاء الله هيعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.